الحكومة التونسية الخطى نحو جذب 30 مليار دولار في المؤتمر الذي تعقده اليوم وغدا. الحكومة قدمت 145 مشروعا في 20 قطاع، منها النقل والطاقة والصحة والصناعات بمختلف أنواعها والخدمات الرقمية والسياحة الاستشفائية. المشاريع تتراوح من بناء مضمار للفورمولا 1 في سوسة، إلى مولد للطاقة الشمسية في تطاوين، إلى مستشفى للأطفال في منوبة، مرورا بمنطقة حرة في بنغردان، أو بناء طريق سريع إلى المدن الداخلية. تونس تشهد منذ الثورة تراجعا اقتصاديا وتناميا في عجز الموازنة. 500 مؤسسة أجنبية غادرت البلاد منذ عام 2011 بسبب الاضطرابات العشوائية وعدم الاستقرار. أما الاستثمارات الأجنبية فلم تتجاوز 900 مليون دولار في العام 2015، بينما كانت تتجاوز المليار دولار قبل الثورة. نسبة النمو لم تتجاوز 2% منذ عام 2011، فيما وصلت نسبة العجز إلى 6%، وتجاوزت نسبة الدين 60%. ومما زاد الطين بلة الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات من السياح الأجانب، ما كبد الاقتصاد خسائر فادحة ودفع بعشرات الآلاف من الشباب إلى البطالة. الاضطرابات المستمرة في الحوض المنجمي قلصت من موارد الدولة في قطاع الفوسفات، حيث تراجع الإنتاج من 10 مليون طن عام 2010 إلى 2 طن كمعدل خلال ال5 سنوات الأخيرة. كل هذه المصاعب ضيقت من خيارات الحكومة المتعاقبة منذ الثورة، حيث لم تجد حلا سوى الدين، خصوصا من صندوق النقد الدولي، لدفع أجور الموظفين ومحاولة تخفيض نسبة البطالة التي لم تنزل تحت عتبة 15%، فيما تتجاوز هذه النسبة لدى حاملي الشهادات 25%. رهان صعب تحاول أن تكسبه الحكومة التونسية لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية، والتي تهدد المسار الانتقالي في بارقة الأمل الوحيدة للربيع العربي.